تقرير يا فندم. اذا كان تقرير معلومات عن المظاهرات جمعه وهنعرضه مره واحده. لا، ده تقرير ليه اهميه خاصه. سلمه حالا دلوقتي. ادخل. صباح الخير. صباح النور. تقرير يشير لاحتمال تسرب معلومات يا فندم. شكر. ايوه يا مراد، السيد رئيس الجهاز موجود؟ طب انا جاي له حالا. ايوه، موضوع خطير جدا. الو، انا مراد، سكرتير السيد رئيس المخابرات العامة. السيد رئيس المخابرات العامة طالب مقابلة السيد الرئيس. الرئيس ميت ابو الكوم. طب شكرا. الو، ميت ابو الكوم، مكتب السيد رئيس المخابرات العامة. خليك معايا لو سمحت. ميت ابو الكوم مع سعادتك يا فندم. اهلا وسهلا، سياده الرئيس في الجنينه. اتفضل يا احمد. عارفينك بتحب الليمون بتاع هنا. شكرا يا فندم. يا ترى اخبار الرأي العام ايه؟ المظاهرات مستمرة والناس مش مبطلة كلام عن الوضع ومستعجلين الحرب. بيقولوا ايه يعني؟ بيقولوا ان سيادتك كلمتهم عن عام الصمود وهو عدى، ووعدتهم بعام الحسم وهو عدى، ولسه الوضع على ما هو. لهم حق، ما هم ما يعرفوش الحقيقة. قولها لهم يا فندم علشان الكلام يخف والصحافة تبطل المقالات اللي بتثير الناس. الحقيقة بالوضع اللي هي عليه دلوقتي هتبقى مرة قوي على الناس. اقول لهم ايه؟ اقول لهم ان الروس عمالين يمطلوا ويسوفوا فيا ومش عاوزين يبعتوا لي سلاح. طيب ولو اعلنت ده، ما هو لازم اقول لهم هعمل ايه مع الروس لو استمروا في التسويف ده. الناس دول موقفهم مش واضح. على العموم انا بعت لهم رسالة قلت لهم فيها اذا لم اجاب لطلب السلاح اللي طلبته لغاية اكتوبر 72 هيكون لي موقف اخر تماما. وعلشان كده يبقى لازم استحمل وافضل ساكت لغاية ما اشوف هيتجاوبوا ولا لا.
ايه يا احمد؟ خير؟ اكتشفنا تسرب معلومات خطيرة يا فندم. أنا بعتقد إنها صادرة من مستوى كبير في البلد، وده شيء خطير جدا. أنا جاي عشان أعرف مين اللي سيادتك اديته علم بالمعلومات اللي اتسربت دي. علشان تحاولوا تعرفوا مين اللي سرب المعلومات دي. ده واجبنا يا فندم وشغلنا. طب افرض يعني انك وصلت لسين من الناس وعرفت ان هو اللي سرب المعلومات دي، تفتكر هيكون قالها لمين؟ ضروري يا فندم يكون بلغها لأحد عملاء الموساد، لأن المعلومات المذاعة صادرة منها، وأنا بوعد سيادتك إننا هنوصل له وهنضربه بيد من حديد. قوم بينا يا احمد نكمل الكلام جوه. اتفضل يا احمد، اتفضل. شوف يا احمد، انت عارف طبعا اننا لنا دول صديقة ليس لها علاقة بإسرائيل، لكني شكيت في مسؤول دولة من الدول. انا حسيت كده انه بيحاول ياخد مني اكبر قدر من المعلومات. قلت اتأكد من شكوكي، فتعمدت اسرب له المعلومات اللي اتذاعت دي. انا عملت كده لسببين. اولا انا كنت عاوز المعلومات دي توصل للعدو. ثانيا لو وصلت يبقى هو بقى مفيش غيره. لانها معلومات من تأليف انا. وعلشان اديله فرصة يكشف نفسه، فهمته في السكة كده ان انا بلغت المعلومات دي لملوك ورؤساء دول تانية، لكن الحقيقة ان انا ما كلمتش حد في الموضوع ده اطلاقا. واتذاعت وكشف نفسه. يعني سيادتك؟ ايوه يا احمد، انا اللي سربت المعلومات دي. ودلوقتي اللي انا عايزه منكم هو تأكيد علاقة الدولة دي بإسرائيل وإثباته بالدليل القاطع، وبكده هستفيد حاجتين. أول حاجة هي إثبات خيانة الدولة دي للصداقة، ودي هتبقى ورقة هلعب بيها وقت اللزوم. الحاجة التانية إني هستخدم الدولة دي في توصيل معلومات للعدو على مراحل تمكنني من خداعه، بحيث اخلي كل تفكيره منصب على ناحية واروح انا هاجم من ناحية تانية خالص. وعلشان اوصل لكده يا احمد كنت محتاج لوصلة بيني وبين العدو، وصلة بروحين. روح منهم لتوصيل معلومات خداعية مني له، ودي أنا عملتها مع مسؤول الدولة يا الخاين للصداقة. والروح التانية توصل لي معلومات صحيحة ومؤكدة، وتكون من بقه هو نفسه، من بق العدو يعني. لو حصلت الوصلة دي يا أحمد يبقى ان شاء الله هننتصر ونرجع نرفع راسنا لفوق تاني. انا عارف ان اللي بطلبه ده شبه مستحيل، او على الاقل صعب قوي. بس يا فندم لو رجالتك حققوا الامنية الصعبة دي يبقى ساعتها هقدر ابدأ في وضع خطة الحرب. المستحيل اللي أمرت بيه سيادتك إن شاء الله هيتنفذ يا فندم. معلومات من بق اصحابها يا احمد. من بق أصحابها يا فندم.
اطلب لي المكتب. اديني السيد يحيى. يحيى انا جاي في السكه، استناني. شكرا. اللي يقدر يا فندم يقوم بالعملية دي ويجيب فيها نتيجة سريعة وبكل الكفاءة والأمن هو الثعلب. أقصد شوكت فهمي. ده الظابط اللي الموساد رصد $1,000,000 علشان تعرفه؟ هو ده يا فندم. وعلى فكرة الموساد هي اللي أطلقت عليه اسم الثعلب من كتر ما وقع لها من جواسيس. اطلبه على التليفون. حاضر يا فندم. لا تكلمه انا. اتفضل. الو. انت نايم؟ كنت يا فندم. طب اسيبك تكمل نوم. لا خلاص انا صحيت يا فندم. عارف مين بيكلمك؟ طبعا يا فندم. الحقيقه كنت عايز اتكلم معاك في موضوع. تحت امر سعادتك. اجي حضرتك فين؟ انا جاي من مشوار طويل ومرهق، يا ريت تحصلني على البيت. حالا يا فندم اكون عندك. احضر لك لبس ايه شوكت؟ لا ده مشوار صغير وراجع على طول. اهلا يا فندم. اتفضل يا شوكت. صباح الخير يا فندم. صباح النور. أهلا يا شوكت. انا سيد يحيى. اتفضلوا، تعال اقعد جنبي هنا. انا سمعت عنك كتير. على فكرة اسرائيل ما دفعتش فيك كويس. انت تستاهل اكتر من $1,000,000 اللي رصداهم للي يدلهم عليك. لو مشوا على المبدأ ده ميزانيتهم مش هتكفي التعليم الكتير اللي عندنا يا فندم. ده تواضع. انا عارف ان عملك الاساسي هو متابعة النشاط الاسرائيلي. تمام يا فندم. تفتكر مظاهرات اليومين دول هم اللي بيحركوها عن طريق عملاء لهم عندنا؟ لا يا فندم، اللي بيحصل في البلد نابع من شعور الشعب باليأس. الناس مش قادرة تستحمل الإحساس بالهزيمة والصبر عليها. يعني انت رأيك ندخل المعركة؟ ده إذا كنا مستعدين لها وضامنين النصر بنسبة 100%. وعشان ندخل حرب النصر فيها حياة أو موت بالنسبة لنا، يلزمنا إيه؟ معلومات دقيقة وكافية عن الخصم. أنت بتحب العمل السهل؟ طبعا لا، ملوش طعم. يعني تحب تشتغل في الصعب؟ يا ريت يكون في المستحيل. عشان كده أنت موجود هنا دلوقتي. أنا من ساعتين كنت مع سيادة الرئيس. خد ده الكلام اللي قاله سيادة الرئيس، اقراه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. السيد طارق وصل؟ وصل سعادتك يا فندم. ابعتهولي. عمر سعادتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا طارق، ايه الاخبار؟ سيادتك عندك اجتماع دلوقتي حالا مع السيد رئيس الجهاز. طب خد، طلع لي الدوسيه العميل 710. حاضر يا فندم. بتاع شركة طور للملاحة العالمية؟ ايوه. اتفضل يا فندم.
طيب دلوقتي بعد ما عرفتوا اللي حصل امبارح، شوكت هيقول لنا على الخيط اللي عنده اللي يوصلنا للمطلوب. اتفضل. من شهرين توصلنا المعلومات بتؤكد ان اسرائيل كونت سرا مجموعة من الدول الصديقة ليها، وان هذه الدول بيجتمع ممثلين من اجهزة مخابراتها مع مسؤولين من الموساد بغرض تبادل المعلومات. ده من شهرين. بعد الحركة الذكية اللي عملها سيادة الرئيس واللي تأكد بيها من عدم أمانة أحد المسؤولين في دولة صديقة لينا، كان من الطبيعي إن أنا أربط بين المعلومات اللي عندي وكلام السيد الرئيس، وخرجت باحتمال إن الدولة دي تكون واحدة من دول. المجموعة دي بتجتمع فين؟ المعلومات اللي عندنا بتؤكد إنها بتجتمع في إحدى الدول الأوروبية. يبقى مطلوب مننا دلوقتي الآتي: 1، التأكد إن المجموعة دي موجودة فعلا. 2، تحديد البلد اللي بتجتمع على أرضها المجموعة دي. 3، تحديد المكان داخل البلد اللي بيجتمعوا فيه. 4، أسماء الدول المشتركة في المجموعة دي. طيب ايه اقتراحاتك للوصول لهذه الأهداف؟ فندم، أنا كنت عملت جولة في بعض الدول لتلقين العملاء، منهم عميل مهم في إحدى الدول الأوروبية. أهمية العميل ده تكمن إنه عميل مزدوج، كان عميل للموساد وبيشتغل في موقع مهم هناك. اكتشفته، سيطرت عليه، خدت موافقة بتجنيده، ومر بكل المراحل اللي تؤهله إن احنا نثق بيه ونتعامل معاه. الحقيقة العميل ده نشط جدا، وسبق إنه أفادنا بمعلومات هامة وسرية وصحيحة استفدنا بيها كتير. آخر رسالة وصلتني منه كانت من شهرين، بيقول فيها إن في مقر شركة تاور الدولية للأعمال البحرية بتعقد اجتماعات لما أسماه هو المجموعة الدولية للأعمال البحرية، وإن المجموعة دي مكونة من عدة دول بتتبادل المصالح والأعمال البحرية فيما بينها. وبيأكد في رسالته كمان إن إسرائيل إحدى دول المجموعة دي. ايه الدليل اللي عنده ان اسرائيل احدى الدول دي؟ هو ما قالش، لكن هعرف لما أقابله. وبيأكد في رسالته إن الاجتماعات بتاعتهم بتكون سرية، وإنه محتاج يقابلني لأن معاه مستندات عايز يديها لي. فأنا بقترح السفر لمقابلة العميل واستلام المستندات ومناقشته. مين موافق؟ وأنا موافق. إجماع. النهارده هبعت رسالة للعميل وأحدد معاه ميعاد مقابلة، على أن يكون ده في أسرع وقت ممكن.
sir. There is a reservation to شوكت فهمي. Yes. Here you are, please. Thank you. Could you kindly sign, please, here? Thank you. Thank you very much. الو بوكس 1800 سي كي. اكيد الاشاره وصلت. شوكت هيقابل 710 الساعه 6.